اكبر عصابه كاينه في اليوتيوب المغربي ما بين بنت كيقولوا انها نعسات مع باها ومشات لها البكاره منين كان في عمرها 13 عام، واب اللي كيضحي بشرف بناته على قبل الادسنس وكيتاجر فيهم وبالسمعه ديالهم بدون ما تكون عنده ذره ديال الكرامه والغيره على الشرف ديالهم. هو اللي غتسطب كثره الغيره والحقد والكراهيه، قلبها كحل وعينيها تأمى وبانتقام وما بقاتش كتحن في بناتها باش تطلع المشاهدات. وعاد كاينه زوجة الاب الطماعه والممثله من الطراز الرفيع دخلت راسها في الصداع والمشاكل ديال اسره اخرى بسبيل انها تدخل لعالم السوشيال ميديا، وتحولت من متتبعه وفيه كتحسد اسره على العيشه ديالهم ومهووسه بهم لزوجة مول الدار هي اللي كتامر وكتخرج في عينيها. هادشي كامل في جهه، وعصابه ديال المجرمين اللي كيستغلوا الناس باسم العمل الجمعوي من جهه اخرى، كيهددوا الناس باسم الملك، واي واحد هضر معاهم كيقولوا عليه انت انفصالي. بلا ما نطول عليكم نبداو في الموضوع باش تفهموا مزيان كميه الرعب والجهل اللي وصل لها بنادم في هذا الوقت. ولكن خاصنا في الاول نفهموا الاصل ديال السوسه منين بدا، واهم حاجه هي علاش هاد خونا اللي سميتو الزروالي مدخل كعرورته كيشوه السمعه ديال بنات باقين قصيرين. الا عجبكم المحتوى بطبيعه الحال ما تنساوش انه ديروا فولو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، واللي بغى يتابعني على مواقع السوشيال ميديا راه غتلقاو لي اللين كاينين لتحت في التعليق الاولاني. هذه واحد عامين سعاد اللي هي الام ديال البنات يسرا وفاطمه الزهراء اللي نايض عليهم الصداع دابا نوض طلبت الطلاق من راجلها محمد حيت قال لك كان كيسحر ليها هو وعائلته. درت بحث دقيق على هذا الشيء ولقيت بان السحر يقدر اي واحد يصدق به، ما يمكنش السحر عايوصلك اوتوماتيكمون بشي طريقه لانها اما تجيك في الفم ديالك ولا تخليك عبر الانف ديالك. وبسبب هذا السحر اللي مرضها وصيفطوه ليها في ناموسه بقات 4 سنين وهي مريضه وفي حاله يرثى لها، وقالت انه راجلها صدق شماتها مرخي مدلول وما وقفش معاها في المحنه ديالها. هو مرخي، هو ماشي شي واحد كابابل ويتوكد معايا مرخي، وداك الشيء علاش بغات تفارق معاه باي ثمن. فاش الاب خرج من الدار الاولاد ب4 بهم بقاو معاها، ولكن يسرا قالت انه في هذه المده اللي جلست فيها مع الام ديالها كانت كتحاول قدر الامكان ما تدويش معاها، حيت الام فين ما كتعصب وما كتلقى على من تصب الغضب ديالها كتنوض كتجبد الصداع مع يسرا، حيت هي اكثر وحده مقربه بزاف لباها بحكم انه منين كانت صغيره والاب ديالها هو اللي كيعجن وكيصبن وكيطيب ويديهم للمدرسه. كنعجن كنطيب كندير لهم كسكسو كندير لهم الشهيوات في العيد الكبير ندير لهم الطنجيه ندير لهم القطبه ندير لهم اي حاجه، يعني كنتصرف بحال شي مرا في الدار. وغير باش نفهموا هاد سعاد حرفتها هي نقاشه، الشيء اللي خلاها تغبر بزاف على الدار وتخدم بيديها ورجليها باش تقدر توفر حياه مزيانه لعائلتها، خصوصا وان راجلها خدام غير خراز وما كيربحش بزاف ديال الفلوس. حتى لهنا تقدر تقول مع راسك مسكينه سعاد ضربت ثمن حياتها كامله باش توفر لوليداتها داكشي اللي ما عاشتوش هي، وقراتهم في مدارس خاصه بالرغم من الخدمه المتواضعه ديالها. ولكن فاش غتشوف كيفاش كتناقض مع راسها وكتكذب ما غتبقاش فاهم شكون اللي فيهم منه الغلط. سعاد قبل ما يوقع الطلاق مع راجلها كانت عندها قناه في اليوتيوب واللي فيها كانت كتبان مع عائلتها وكدير روتين اليومي وداكشي ديال العيال راكم عارفينه. ولكن فاش تفارقوا ولا كل واحد بوحدو القناه بقات ديالها غير هي، يعني غير هي اللي كتربح منها. هادشي غيخلي بوكريشه يجمع الوقفه ويدير حتى هو قناه ليه ولبناتو، وهنا غتبدا الخدمه ديال بصح، حيت بما انه الاب ما كانش شي واحد اللي زعما كيغير وكيخاف على بناتو كانوا عايشين في تحرر وما كاين غير التقزاب واللباس المزير. هادشي غيخلي التفاعل يطلع في القناه ديالهم والحياه بدات كتقاد شويه بشويه. سعاد في هذا الوقت بدات كتشوف هادشي ويلي هما طلع عندهم التفاعل وانا لا مي خاصها تلقى كيفاش دير تطلع لي زابوني. وهي هذيك واحد الساعه درت انا قناه ديالي، منين درت القناه ديالي هي بحال ما عجبهاش الحال وتما خلقت المشاكل. طلبت من اختها سميره مربوحه اللي هي مرات ولد مربوحه اللي كتجي لمي نائمه انها تدعمها ودير لها اشهار باش القناه ديالها تزيد زعما شويه للقدام، ولكن اختها سميره قلبت عليها وما بغاتش توقف معاها. وهانتوما دابا نيت غتفهموا علاش يوتيوب خرج على هاد الناس. دابا على حسب ولاد حسب وليداتي، وانا اختك كتقولي انا اختك وقفي معايا في القناه باش نخدم عليها، بغات غير اللي يوقف معايا وقناتي حتى انا طلع. هاد سميره نيت اللي ما بغاتش تدعم اختها واحد عام هادي هي نيت فاش شعلت العافيه في السوشيال ميديا وكل شيء ولا متبع القصه د اختها سعاد، ولات كل شويه كتهضر عليها في القناه ديالها باش حتى هي تحرك مصاريف. ما علينا نرجعوا للموضوع ديالنا حيت كيقول لك تبع الكذاب حتى لباب الدار، وهذا الشيء اللي غنشوفوه من خلال التناقضات الكبيره اللي كتقول هاد الام. من بعد ما يسرا خرجت في تصريحات في واحد القناه كتهضر على امها وكتقول انها ما كانتش كتعطيها الحنان، غتعاود تدوز في نفس القناه ودير معاهم مقابله في الام وبنتها غيتصالحوا، وتما يسرا بدات كتبكي وكتقول انها ما كرهاتش والديها يرجعوا لبعضياتهم ويوليو يعيشوا مجموعين كيف ما كانوا قبل. وسعاد بكل ثقه في النفس جاوبتها باللي مستحيل واش ترجع للطليق ديالها. ما رجعش، خديت قرار نهائي حيت انا كنت مواعداه كنقول له انت راجلي في الدنيا وراجلي في الاخره،
ولكن ما بقاش. ولكن بعد ما بكريشه تزوج بلبنى السريعه العافيه شعلت فيها بالرغم من انها هي اللي طلبت الطلاق وشتت العائله ديالها، حيت فاش محمد ولاو عنده المتابعين في يوتيوب ولات عنده واحد القيمه هي عاد جاها الاحساس بالندم وبغات ترجع معاه، حيت مشات بداك المنطق ديال فلوسنا ما يديهم غيرنا. ولكن هذا الزواج اللي ما كانش حاسبه ليه حسبه غير خسر ليها كاع المخططات ديالها في الصلح. فناض عاوتاني كدير مقابلات وكتقول انه وعدها بالزواج ولكن هو قلبها غير باش يطلع المشاهدات. كندير واحد محاولة الصلح، ولكن ديك محاولة الصلح يعني كانت غير كذبة باش يطلع لي فيديوهات. وعلاش جاي يردني؟ علاش جاي عندنا داك النهار؟ وبما انهم عائله كيحمقوا على البوز غينوضوا بجوج بهم هي وبكريشه غيعاودوا يتزوجوا وغتولي هي المره الثانيه، مره يبات معاها مره يبات مع المره الاخرى. هاد لبنى هادي اللي تزوج بها بكريشه نقدروا نقولوا انها غريبه الاطوار بواحد الطريقه كثير الاستغراب، حيت من بعد ما تفارق مع مراته وشافت شنو وقع في السوشيال ميديا تمنيت مشات هضرات مع بكريشه وبغاتو يتزوج بها، وحتى هو نيت ماشي من العاكزين. انا سي محمد انا كنت متتبعه ديالو، فين عرفت انه شي حاجه ماشي طبيعيه بيني وبين سي محمد. اول مكالمه شحال كانت المده ديالها 5 ساعات متصله، ما كنعرفو ما كيعرفني. هنا غنبداو في المرحله الثانيه فين الغيره غتدخل بين الدرات وكل وحده غتنوض تعاير في الاخرى وهي غاده تكتب البغله عليا البواله بات بانت انا مطربه عاق بها وحس بها ومتحم هو داك البول على من على ود الادسنس. بين هاد الصداع كامل اللي نايض على راجل اللي ضرب الدنيا بركله وما مسوقش، البنات راه كيضيعوا وكيشوفوا كيفاش امهم باقا كتحاول تستغلهم، وواخا حتى باهم كيستغل فيهم ولكن على الاقل مرتاحين معاه. واخا صراحه راه حنا ما عارفين شنو كيوقع في الكواليس فاش كتطفى الكاميرا. مع الوقت القضيه بقات غاده وكتزيد وكتكبر بين لبنى وبكريشه وسعاد، حتى غتوقع واحد الفضيحه غير متوقعه. واحد العائله ديال طفله قصيره اللي هي ايه نادوا رفعوا دعوه على خو بكريشه واتهموه بانه اغتصبها. هادشي غيخلي سعاد تمشي حتى هي ترفع شكايه باش تدي بناتها بجوج بزز منهم دير لهم الخبره وتشوفهم واش باقي فيرج. هاد الخبر هادو فاش وصلوا لبكريشه وعائلته باللي سعاد كتشك في ان عمهم تعدى عليهم، كتنوض لبنى هي ومحمد كيهضروا مع سعاد وكيقولوا لها الله يهديك واش انت باغا تصيفطي راجلك للحبس باي طريقه وصافي. هاد الهضره دارت لسعاد الطن في الراس، كيفاش انا بغيت ندعي خوك وانت منوي غير بوحدك. بقات كتسنى في الخبره تخرج بعدا باش تعرف راسها شنو غدير. الخبره كتقول على ان البنت اللي في عمرها 17 عام واللي هي يسرى راه ماشي عزبه، هي قالت احقا راني درت علاقه مره واحده مع واحد الدري وداك الشيء علاش فقدت البكاره ديالي، ولكن نسات انه الاخصائيه قالت في النتيجه اللي خرجت باللي راه منين كان في عمرها 13 عام اللي مشات ليها البكاره. هذا الشيء خلى الام تشك باللي يسرى كانت كدير علاقه مع الاب ديالها. ايوا هنا صافي بدات القضيه كتشبك مزيان ويسرى غتعيش اسوء كابوس في حياتها. الام حدا كدير الشوهه لبنتها وكتعطي البنادم ديك الصوره ديال انا ضربت تماره على ولادي وهما نكروني. ما حد الناس اللي مشهورين في يوتيوب كينوضوا كيتضامنوا معاها، وهنا سعاد غتعيش حياه الرفاهيه ما كاين غير النشاط، هي تشكي من جهه والناس تبقى فيهم ويبداو يصيفطوا لها في الهدايا من جهه اخرى. عدد كبير ديال الناس بداو كيدعموها وكيحرضوا ضد ولادها وكيعايروهم، وتقول واش هزتها النفس وتقول بيني وبين ولادي، حتى غتقرر دير تحالف مع واحد السيد سميتو الزروالي اللي كيدعي انه كيدير اعمال خيريه جمعويه وكيوقف مع الناس وكيعاونهم في المشاكل ديالهم. دابا كيخصكم تتبعوا مزيان معايا، حيت هاد الزروالي كرابا ديال بصح عنده سمعه خايبه وكل شيء كيقولها فيه خايبه من غير الحلفاء ديالو بطبيعه الحال. خونا في 2020 كانت تعتقل بتهمه النصب والاحتيال تحت غطاء الاعمال الجمعويه، واتهموا شي ناس باللي كان كيدير راسو كيعاونهم، ولكن في الحقيقه هو كان كياخذ دوك المساعدات وكيخليهم ليه بطريقه ما. قدر انه يسلك من هذا المشكل، ولكن الزروالي بقى هو كيضرب في العرض ديال الناس وكيعطي لراسو الحق يشوه بنادم بحكم انه باغي يبين الحقيقه للناس. هذا الزروالي ما خلى ما قال في يسرى كتنعس مع باها تغتصبات، المهم طلع بها محتوى. هذا الشيء خلى يسرى يجيها انهيار عصبي ونط كطالب السلطات باش يعتقوها منه حيت مشوه السمعه ديالها. الزروالي ديما حاقرني علاش الزروالي خرجنا على حياتي علاش هذاك الزروالي راه خرجنا على حياتنا انا كناش بالسلطات وكناش كلشي راه الزروالي خرج ليا انا على حياتي. والام والله ما دخلت باش زعما يرخف على البنت شويه، اصلا هو كيتاجر في الناس كيف ما كان دار مع اكرام بلا نوفا. بحال فاش قالت انها غتدخل المصحه باش تعالج من الاكتئاب، نض هو كيقول احقا اكرام دخلت للسبيطار باش تعالج من ادمان المخدرات والشراب، وانها في الحقيقه ما مزوجاش براجلها الطلياني وكتكذب على الناس. منين جاب هذا الشيء الله اعلم. بكريشه بما انه عنده عداوه مع الناس اللي كيجيو مع سعاد وكيعايروه، نضر واحد السكيتش زعما كيتهم فيه واحد ختنا اللي من الحلفاء الاوفياء سعاد بانها كتحرض القضاء ضده مقابل رشوه. وهنا ختنا اللي سميتها كاريزما شدت الفيديو دارته في سيدي وداتو للبوليس. البوليس كي شافوا الفيديو تمنيت مشاو اعتقلوه حيت فحال الا زعما طاول على القضاء. هادشي خلى الذباب الالكتروني يدير واحد التغطيه اعلاميه ويدعم يسرى وبكريشه. هنا الزروالي فاش شاف باللي واحد الصحفي اللي خدام في واحد الصفحه مشهوره بانه كيدعم بكريشه بدا كيتهموا باللي داخل في علاقه مع يسرى ومكون عصابه. المهم اي تهمه طاحت ليه في راسو كيقولها وكيحاول باي طريقه يثبت باللي يسرى دارت علاقه مع باها.
اختي امينه انت دابا تطلعي من الباب البانكو، شنو كنتي تشوفي البنت مع كيفاش اللباس ديال البنت؟ كنشوف البنت تلبس خفيف اللباس ديال حمراء مع راجله تلبس غير هكا قدام باها، بلاتي كتلبس هكا قدام باها. انا جاتني مشكل تزافت هو وياها، كتزافت هي وياه، كتخرج متشاده هي وياه. مع انا واش ما درتي شدو اختي امينه؟ كنشدو هكا في الدول حتى كتشدو في الدو هكا. الكذوب والظلم وزنا المحارم، ولا لبس غا كسوه حمراء رجعوها الحمر. النهار ديال المحاكمه ديال بوكريشه الزروالي كيجيب واحد الرباعه ديال الناس اللي ما عندهم شغل باش يوقفوا قدام المحكمه ويبداو يعايروا في بوكريشه باش هكذا يقدر ياثر على الراي العام، مع العلم انه ما عندوش الترخيص وباي حق اصلا يتمادى في هذا الشيء. الزروالي والصحفي غتنوض الحرب بيناتهم ديال بصح. الصحفي كيتهم الزروالي بلي داير عصابه الكترونيه، والزروالي كيتهم الاخر بلي هو اللي داير عصابه وباغي يغرق ليه الشغف مع البوليس. هذا الزروالي كيدعي على ان الصحفي باش يقدر يوصل للهدف ديالو غيزرع عليه الكوكايين في حوايجو وينوض يعيط للبوليس. المهم اجرام في اجرام، ابتداء من الام للحلفاء ديالها، الاب ومراته اللي كيستغلوا الشرف ديال البنات، وخصوصا البنت الكبيره اللي يلاه غتدخل 18 عام. ومع ذلك الناس كيقولوا باللي يسرا تستاهل داكشي اللي وقع ليها حيت هي المسخوطه ديال امها، وباقي كيشوفوا على ان الام بريئه ومظلومه واخا ما ترددتش ولو ثانيه في انها تفضح بنتها. ولكن قبل ما تأيدوا اي طرف خاصكم تحطوا راسكم بلاصتهم وتفكروا واش ممكن نتوما تشوهوا عائلتكم على قبل الفلوس. خليو لي الاراء ديالكم في التعاليق، بغيت نعرف شنو بان لكم في هذا الشيء، حيت صراحه انا جاني باللي الشعب المغربي ما خصو يدعم حتى واحد، وكل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو، لانه داكشي كيبقى مشاكل عائليه وخاصها تبقى بيناتهم. يكفينا المشاكل اللي عايشين فيها، حيت في الوقت اللي نتوما مقاتلين مع غلاء الاسعار هما راه عايشين حياتهم وشبعانين في كرشهم بما آلت ضواطب من الماكله.